السلام عليكم، مساء الخير. اليوم جبت لكم طاجين الزيتون محبوب الجماهير وخاصة في الموائد الرمضانية على طريقتي الخاصة. كما راكم تشوفون هنا عندي كمية تاع زيتون. كنت غسلته مليح ونحيت له هذاك الماء الاول اللي يجي معاه. عندي طرف تاع الدجاج، عندي 3 ملاعق تاع زيت، عندي ملعقة متوسطة تاع السمن، عندي حبة بصل مرابية، عندي نصف حبة طماطم ثاني مرابية، عندي كزبر مقطع رقيق، عندي ايضا التوابل اللي راكم رايحين تشوفوهم معايا. بعد ما نسخن لاكوكوط تاعي نجيب طرف الدجاج ونجيب معاه هذوك الزيت والسمن اللي دامنا كي راح ديريهم، وعندي حبة البصل اللي راح مقطعه رقيق، ماهيش مرابيه بزاف، مقطعه رقيق في الروبو ولا في الميني اشوار باش ما تطلقلكش الماء. كيما تشوفوا قليها مليح مليح مع هذاك الطرف تاع الدجاج نتاعك باه تطلق لك البنه، خاصه البصله اذا قليتيها راح تطلق لك بنه مليحه في الطواجن نتاعك. بعد ما تقليهم تزيدي ديري الطماطم اللي ربيتيها، وزيدي ايضا التوابل بالتدريج اللي هي اولا اللفاح اللي يتكون من الكزبر ورشه من البزباس العربي، ما تكثريش ايضا. كما راكم تشوفوا هنايا راه المراحل موضحه في الفيديو درجه درجه حتى نكمل الدوزين تاعك. كما تشوفي هنايا راني كما قلت لك البصل الطماطم والتوابل اللي يتكونوا من الفاح ولا راس الحانوت. اللي عندي انايا مانيش مخلطت له بزاف توابل. درت قلت لكم البزباس والكزبر. وهنايا ايضا ندير عود تاع قرفه اللي هو ماهوش عود كبير، عود شويه برك بثاني من القرفه ما تنحلكش بنت الطاجين تاعك، حاجه خفيفه برك قرفه. عندي الفلفل الكحل اللي ما نستغناش فيه في الدوزيام بلا كيما تشوفوا هنايا. عندي ورقة الرند، وعايدة أو إذا عندك الزنجبيل ديري، إذا ما عندكش تقدري تستغني عليه. ثاني الزنجبيل في المرق الأبيض راح يعطيك بنة هايلة هايلة. وما نستغناش أيضا على الرشة تاع الزعيترة، نحكها بين يديا ونديرها ايضا في الطاجين تاعي. كما راكم تشوفوا هنايا الصور او الفيديو راه واضح. وكما قلت لكم ايضا الثوم ندقو مع قليل من الملح، خاصه كي نعود ندير طاجين تاع الزيتون ما نكثرش الملح، خاطر الزيتون تاعي راني خليته هكذاك ما طبختوش، لانه اذا طبختو راح تروح لي البنه منه. نغسلو مرتين ولا 3 ونقص الملح في الطاجين تاعي باه ما تجينيش المرقه تاعي مالحه بزاف. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما نقلي كامل مع بعضاه ونقلي معاه من الزيتون راح ندير الماء سخون على جهه يسخن ليه ونديرو بشويه على جهه كما شفتوا. والكزبر انايا نحب نديرو من البدايه وايضا في النهايه للتزيين تاع الطبق نتاعي، ثاني راح يطلق لك بنه هايله هايله. كما راكم تشوفوا هنايا بطريقه سهله وبسيطه راح تخرجي ابن طاجين زيتون. وما تكثريش قلت لكم التوابل لانها راح تذهب لك كاع البنه، خاصه الكمون ممنوع. وايضا قلت لكم القرفه ما تكثريش باش ما يعودلكش الطاجين تاعك معمر ببنه القرفه وتروح لك البنه الاخرى كاع تاع المكونات اللي درتيها. بعد ما ندير كيما هكذا كيما راكم تشوفوا الماء نغطي تقريبا الدجاج نتاعي ونسكر على لاكوكوط. بعد ما تصفر نقص عليها ونخليها تطيب على مهلها باش كلش يطيب لي مع بعضه ويجيني بنين. ومن بعد حبيتي ديري البطاطا المقليه، حبيتي ما ديريش البطاطا المقليه هذا راجع لك. وما تنساوش رشه هنايا الزعفران اللي اكيد كل واحد ثاني وذوقه، تحبي ديريها تحبي ما ديريهاش. انا عطيتكم طريقتي الخاصه اللي نطيب بها طاجين الزيتون. وفي الاخر هنايا حبيتي ايضا تخليه عاقد بزاف ولا تخليه فيه لاصوص، هذا ثاني راجع لك تيا. المهم يجيب بنا ما شاء الله بهذه الطريقه وبهذه التوابل. تبعوا الطريقه راح تحصلوا على ابن طاجين تاع زيتون. وزينته هنايا بال كما راكم تشوفوا العجينه المورقه والفيديو اللي فات شاركتكم هذا المملحات. شوفوا كيفاه جاو هايلين، حشيتهم بالمحمرحي كما تشوفوا هنا ثاني رشه تاع فرماج لي فولوفون كما راكم تشوفوا فيهم جاو رائعين. وريت لكم ثاني ايضا في الاير فراير كي بات لي شويه تاع لي فولوفون سخنتها صباح في الاير فراير جات هايله هايله. الاير فراير راها تقدر تجي في بلاصه الميكرو اوند اللي تسخني فيه عادي جدا. المهم هذه طريقتي في طاجين الزيتون، اللي عجبتها تقدر تسيي الوصفه في رمضان ان شاء الله يجينا بالصحه والعافيه. راح تتحصلوا على ابن
طاجين زيتون عاقد، والبنة هايل هايل، خاصة إذا شريتي زيتون من النوعية الجيدة، مش هداك الزيتون اللي يجي صغير في الحجم والبنة تاعو تكون مرة. جيبيه نوعية زينة، ويعود شوية زيت في السوم، ولكن راح يعطيك نتيجة رائعة. ولا حبة زيتون راكي راح تربيه، راح أكيد تاكلي.